مساء الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا دلوقتي هعمل معاكم تنظيف الدورة بتاعة التنظيف بتاعة الغسالة اللي هي توشيبا 15 كيلو في اوتوماتيك. هوريكم احنا بنعمل ايه. بصوا، اول حاجة احنا اول ما بنفتح الغسالة كده بنلاقي تحت هنا كده في فلتر. الفلتر ده المكان ده بيبقى مكان الكلور او الزهر، طبعا لازم يبقى متخفف في المية، والمكان ده بيبقى بتاع الفلتر. بتلاقوا ان انتوا تقدروا تطلعوه بكل سهولة، بتدوسوا كده على تحت وتسحبوه هيطلع معاكم على طول. بصوا بيبقى شكله كده. هوريكم بقى هنطلع منه كمية وبر قد ايه. بصوا انا طبعا كنت فاتحاه قبل كده عشان خاطر اشوف الوبر اللي فيه. طبعا طلعت منه من الكفر نفسه اللي في الغسالة الوبر ده، لقيت فيها وبر كتيرة جدا. وبعد كده هفتح معاكم هنا هوريكم بنطلع وبر قد ايه. بصوا انتوا بتلاقوا علامة سهم كده بتسحبوها لتحت وتضغطوا عليها وتسحبوها لتحت وتتسحب معاكم. هوريكم مطلعه قد ايه وبر. بصوا كمية الوبر اللي فيها. طبعا بيبقى فيها اكتر من كده لو المدة قعدت اطول، فيفضل ان هي تتعمل كل شهر او شهرين ماكسيموم، ما تبعدوش عن كده عشان خاطر الغسالة تبقى نظيفة. تمام. وبعد كده برجعها تاني بمنتهى السهولة، ان انتوا بتدخلوا كده البادي جوه ده وتروحوا عاملينها العكس، مكان السهم اهو لتحت عشان تفتحوها وكده عشان تقفلوها. ده طبعا اول جزء عملناه اللي احنا شلنا الفلتر. دلوقتي هوريكم طبعا الغسالة انا لسه ما عملتش فيها اي حاجة. هي هتلاقوا حتى من الاطراف هنا كده فيها تراب، هي نفسها عايزة تتمسح. زائد ان لازم تتعمل ليها من جوه دورة اسمها دورة خل عشان خاطر برضو الحلة تتنضف والغسيل يطلع نضيف وكويس. فهعملها دلوقتي معاكم. احنا المفروض بنعمل ايه؟ هي طبعا بالكهرباء، فاحنا اول حاجة بنعملها بندوس على تشغيل كده. هي كده خلاص بتبقى اشتغلت معانا. احنا عندنا اصلا برنامج اسمه تنظيف حوض اهو. ده تنظيف الحوض اهو. احنا مفروض بنحط تقريبا ازازة خل. بلاش موضوع كوباية ده لان هي اصلا كبيرة ما شاء الله، فخليها ازازة احسن. هي كده كده بتتعمل كل شهر او شهرين عشان الغسالة تبقى نظيفة ما يبقاش فيها اي تراكمات او اي اتربة. بصوا انا معايا ازازة خل اهو. بتبدأوا تحطوها في الغسالة نفسها. انا كده فضيت الازازة كاملة جوه الحلة. بعد كده هاجي هنا هخلي ان الحرارة بتاعة المية انا عايزاها سخنة عشان التنظيف يبقى تنظيف كويس. تمام. وبعد كده زي ما اتفقنا في هنا برنامج اسمه برنامج تنظيف الحوض، انا بضغط عليه كده وبعد كده بروح عاملة تشغيل. طبعا هو جايلي هنا وهو مدته ساعتين. بقفل، هو كده بيقولي ان انا لازم اقفل الباب، بس بقفل الباب وبسيبها شغالة مع نفسها لحد ما المدة دي تنتهي. بصوا يا جماعة كده خلاص الدورة بتاعة تنظيف الحوض خلصت، وانا مسحتها من بره. طبعا هي من بره بيبقى فيها حاجة بسيطة قوي، ترابة يعني، تبقى عايزة بس تتمسح. بصوا ما شاء الله بمجرد ما بتتمسح بتبقى بتلمع ازاي. هوريكم كمان الشكل من جوه. حتى الاطراف اللي قلتلكوا عليها اللي هي مش نظيفة دي برضو مسحتها بوايبس او باي حاجة، هتلاقوها اتمسحت على طول وبقت ما شاء الله نظيفة جدا. دي من الحاجات اللي هتحافظ معاكي على الغسالة، هتخلي عمرها اطول وهتخليها بتطلع الهدوم نظيفة وكويسة جدا. خلي بالكم مهما حاولتوا تحطوا مساحيق كتيرة او مهما حاولتوا تحطوا معطرات، ده مش هيساعد لا في نظافة ولا في الريحة بتاعة الهدوم قد ما انتوا تحافظوا على الغسالة بتاعتكم وتعملوا لها دايما تنظيف. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة عشان تعرفوا كل حاجة جديدة.